يقولون أن لكل حكاية نهاية، لكن لم يتخيل أحد أن تكون نهاية حكاية الملك المصري في مسرح الأحلام بهذا الانكسار. الصمت يخيم على ليفربول، والدموع تجمدت في العيون. ليست مجرد إصابة أمام كريستال بالاس، بل هي لعنة القدر التي سرقت من العالم فرصة مشاهدة محمد صلاح وهو يروض شياطين مانشستر للمرة الأخيرة في معقلهم الأحد. الأحد 5:30 مساء ستدق الطبول، ولكن القائد، المحارب والأسطورة لن يكون هناك. شاهدوا ماذا قالت الصحافة البريطانية الصادرة هذا الصباح. العناوين تنزف حزناً. The Sun: الملك يسقط، ديربي بلا تاج، صلاح يغايب عن قمة اليونايتد. ديلي ميل: كابوس في ليفربول، إصابة بالاس تنهي رحلة صلاح مع الديربي قبل أوانه. The Guardian: اليونايتد يتنفس الصعداء، بعبع الشياطين الحمر خارج حسابات الأحد. ميرور سبورت: دموع في الميرسيسايد، ملك الديربي يودع البريمير ليج بآلام الإصابة. The Times: ديربي يتيم، البريمير ليج يودع حقبة صلاح في مانشستر بقرار من الأطباء. تيليغراف سبورت: ليفربول في مهب الريح، كيف يواجه الريدز عدوهم الأزلي بدون سلاح الدمار الشامل. ديلي ستار: مانشستر يحتفل سراً، غياب صلاح هو أكبر صفقة انتقال مجانية حصل عليها اليونايتد هذا الموسم. ولأن الخصوم هم أول من يعترف بالعظمة، خرج الأسطورة سير أليكس فيرغسون بتصريح هز الأوساط الرياضية. قال السير: اليونايتد يمر بفترة ممتازة حالياً، لكن للأمانة كنت أتمنى حقاً أن يشارك محمد صلاح في هذا الديربي. إنها مباراته الأخيرة ضدنا على هذا الملعب، ومن المحزن أن يغيب لاعب بهذا الحجم عن مثل هذه المناسبة. ديربي إنجلترا يفقد الكثير من بريقه بغياب الملك. ولم يتوقف الأمر عند فيرغسون، بل إن الفتى الذهبي وين روني الهداف التاريخي لليونايتد لم يخفي حزنه قائلاً: كنت أنتظر رؤية صلاح للمرة الأخيرة في مواجهة اليونايتد. هو ملك الديربي بالأرقام والتأثير، وغيابه في موسمه الأخير صدمة لكل عشاق كرة القدم وليس فقط جمهور ليفربول. الإعلامي الشهير جيمي كاريغر صرخ في الاستوديو: ليفربول بدون صلاح ضد يونايتد مثل محارب بلا سيف. نحن لا نتحدث عن لاعب، نحن نتحدث عن عقدة تاريخية لمانشستر. أما جاري نيفل فقد علق بنبرة هادئة لكنها صادقة: رغم أنني كمشجع لليونايتد أشعر بالراحة لعدم وجود صلاح، لكني كرياضي كنت أريد وداعاً يليق بأسطورة سجل فينا من كل الزوايا. غيابه يوم الأحد خسارة لمتعة الدوري الإنجليزي. الإعلامي الشهير بيرز مورغان غرد قائلاً: غياب صلاح ليس خسارة لليفربول فقط، بل هو خسارة للمشاهدة العالمية. الديربي فقد 50% من قيمته السوقية الليلة. بينما قال المحلل ريو فرديناند: كمدافع سابق أعرف الشعور بالراحة لغياب مهاجم كصلاح، لكن كمحب للعبة أشعر بالاشمئزاز من حظ ليفربول. صلاح سجل فينا من كل زاوية، وكان يستحق أن يخرج من الملعب بتصفيق حار من جميع، حتى من جماهير اليونايتد. لماذا كل هذا الحزن؟ لأن صلاح ليس مجرد لاعب سجل هدفاً. صلاح هو ملك الديربي التاريخي، هو الرجل الذي جعل من شباك مانشستر يونايتد هوايته المفضلة. الأحد القادم ليس مجرد مباراة، إنه كان من المفترض أن يكون عرض الوداع، الوقوف الأخير للملك على أرض العدو التاريخي قبل أن يرحل في نهاية الموسم. الإصابة أمام بالاس لم تضرب كاحل صلاح فحسب، بل ضربت قلوب الملايين الذين انتظروا الرقصة الأخيرة. الأحد
5:30 مساء بتوقيت القاهرة، ستتجه الأنظار إلى ملعب المباراة، ولكن القميص رقم 11 سيكون غائبا بجسده، حاضرا في قلوب الجماهير التي لن تنسى أبدا ما فعله صلاح في شباك اليونايتد. هل ينجح ليفربول في الثأر لملكه المصاب؟ أم أن غياب صلاح سيكون الضربة القاضية لموسم الرادز؟ وداعا يا ملك، وداعا في ديربي لن يكون كغيره أبدا.